السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة يوميات زوجة بسيطة. طبعا انا هنا مربية ايه اقول لكم ايه, آم، رومي اللي هي الفراخ الرومي اللي انتوا شايفينها دي، اللي حضراتكم شايفينها دي. وكمان مربيين آم، اللي هو بط سكوفي يعني. شايفين؟ آه، ده بقى النوع اللي هو ايه الرومي اللي هو البلدي. تمام كده، اللي هو ده اللي عامل كده، اللي عامل ريشه كده زي النعامة ده عبارة عن اللي هو الديك، تمام كده. شايفين الجمال؟ انا كنت جايبة دول كتاكيت، كان عندي 10 منهم كتاكيت، بس الحمد لله هم صفوا على 8 يعني. فالحمد لله اللهم بارك يعني. طبعا انا من النوع اللي بحط لهم على طول خضار، وبحط لهم مثلا اي خضار عندك، اللي هو مثلا كرات مصري عندك، مثلا جرجير عندك. ده اكلهم يعني، ده الاكل بتاعهم اللي هو دايما بياكلوه واللي بيحبوه يعني. عندك خيار، أنا بقطع الخيار كده واحطه لهم، ده الاكل المفضل ليهم. اما بالنسبه بقى البط ده اللي هو البط السكوفي او المسكوفي يعني، على زي ما بيقولوا، بيحبوا الشمس قوي 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 والرمل. فانا بقى بقوم طالعه كده في الشويه دول عشان اشوفهم كده وهم يعني بيستجموا يعني، بياخدوا حمام شمس زي ما بيقولوا يعني. شايفين ده كمان؟ يا جمال يا جمال، الله اكبر ما شاء الله. على فكره هم لسه عندهم حوالي 3 شهور بس يعني، ما شاء الله. ده وانا بيكبر بيقعد بالسنين يا جماعه، بس مش بيقعد بالسنين يكبر يعني، بيقعد عندك بالسنين عادي يعني. المهم انا في الفيديو ده هوضح لكم ازاي ان انت بتعتني بالرومي. ما شاء الله انا مش معتنيه بالرومي بتاعي خالص يعني، عشان الناس ما تفكرش ان انا ايه، ان انا جدعه يعني وشاطره كده بنتي ما شاء الله. اما نكمل بقى الحوار عن المسكوف ده. المسكوف ده بالنسبه لي كانوا جايين حوالي يعني، عمر البطه كان اسبوع 10 ايام بالظبط. انا ربيتها لغايه، هما كانوا 5، ربيتها لغايه ما شاء الله ما بقت كده يعني، بالشكل ده بالحجم ده يعني. هي دلوقتي معايا بقالها حوالي، ده شهرين، ممكن يكون شهرين او شهر ونص، بتهيألي شهرين يعني، او ما غلقتش الشهرين. اما بالنسبه شايفين القطه اللي بتاكل في وسط بس بقى بقول حرام يعني، حرام هي تاكل براحتها، سيبوها تاكل يا جماعه، سيبوها تاكل. المهم خلينا بقى في الرومي ده. اول ما انا جبته كان بياكل، في ناس قالوا لي اكله بيض، اسلقوا البيض واكليه. بس طبعا احنا في ظل الغلا اللي احنا فيها ده، عمري ما هعمل كده طبعا يعني. الاكيد ان انا عمري ما هعمل كده، عمري ما هجيب بيض، البيضه ب5 جنيه واكل الروم، لا طبعا يعني. المهم استبدلت انا بقى بالعلف. فضلت حوالي مثلا شهر كده، اقل من شهر، اكل فيه علف. على فكره المفروض هو ياكل على طول علف، بس انا ياكل على طول يعني ياكل لغايه مثلا كان وزنه يبقى كده بالشكل ده. لكن لا، انا غليته يعني يعني ايه، فضل شهر كده بس. وبعد كده انا بقيت اكله بقى حاجات من البيت، يعني بواقي اكل من البيت. بقيت اجيب دشيش واطبخه دشيش، الدشيش اللي هو الدشيش ده اللي هو عامل دشيش على عليقه على يعني، ده بيتباع في عند اللي هو بتاع الايه، بتاع العلف. بحط عليه مثلا، بطعمه بشوية علف، وساعات ما فيش خالص. بعتمد على، كنت بجيب الأول اللي هو العيش اللي هو بتاعنا ده، اللي هو بتاع الفرن العادي ده، وبقوم عاملة مكسراه منشفاه كده ومكسراه، واحط عليه شوية علف. فكان حلو قوي، كان بالنسبة لي يعني بيشيل في الأكل. لكن طبعا يعني في الغلا اللي احنا فيه ده، بقيت استكفي بقى بأكل البيت، على شوية مثلا عندي عيش زي ما قلت لكم، عيش عادي في البيت، على دشيش، على أكل فاض من البيت، على شوية ممكن لو عندك شوية علف عادي. المهم لغاية ما وصل للوزن اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. الوزن ده طبعا ده مش وزن حلو، ده طبعا هو لسه بقول لكم يا دوبك هو 3 شهور، لسه صغير جدا. فان شاء الله باذن الله اما يكبر بقى ان شاء الله باذن الله لنا حلقه كامله متكامله. ده بيقعد قد ايه على بال ما مثلا
ايه، ممكن تاكلي منه يعني. ده بيقعد 6 شهور، 6 شهور بالظبط تاكلي منه. وانت يعني بيوصل وزن الديك لحوالي حوالي مثلا ايه، ممكن 10 كيلو، ممكن 15 كيلو بالظبط يعني. ممكن اقل من كده على حسب ما انت بتاكليه. تمام. زي ما قلت لكم هم بيحبوا الرمله، بيحبوا الرمله قوي. فالمهم بيوصل للوزن ده في خلال ال6 شهور. طبعا انت بقى في خلال ال6 شهور اللي انا قلت لحضرتك عليهم دول بتبقي مثلا ايه، عامله، بتبقي مثلا بتاكليه الاكل اللي هو الطبيعي اللي انا قلت لكم عليه ده. طبعا بعد كده بقى ايه، ممكن بيبيضوا وممكن بيناموا بقى. يعني ايه بيبيضوا ويناموا؟ يعني بيرقدوا يعني. يعني مثلا الديك اللي هو قصدي النتاية من دول. انا هقول لكم فين الديك وفين النتاية دلوقتي، او فين الذكر والنتاية. المهم في الوقت ده، اما النتاية بتبيض ما شاء الله يعني ممكن تبيض من 8 ل10. يعني دي كده نتاية. بصوا دي نتاية دماغها صغيرة كده ونونو، فدي نتاية. انما الديك بقى بيبقى كبير كده وايه، وله كده فيونكة كده فوق. وله فيونكة كده فوق جاي يجري. ده كده ديك. ده كده ديك. استنى يا عم، استنى يا عم اصورك بس، استنى. والله ما انا قعدت عارفه اذا كان ده ديك ولا نتاية. لا بس هقول لكم اللي انا عارفاه هنا. هقول لكم استنى. دي كده بتهيألي كده دي نتاية. تهيألي يعني، اللي عارف يقول لي واللي مش عارف برضه يقول. هقول لكم بقى فين الديك اهو. الديك اللي هناك ده اللي عمال بيوط في الارض وينقر ده، شايفين ده؟ ده ديك. ده كده ديك. هو له بقى ايه، حته كده بتبقى نازله كده من هنا. بس على فكره مش لازم يعني يكون كل الديوك كده. وبتبقى له فيونكه كده فوق، وبيبقى شكله حلو. بس انا بصراحه يعني ايه، مضطربه قوي يعني. بس مش عارفه. بس المهم يعني، المهم هو ممكن ده كمان يكون ديك. ممكن. الله اعلم. الله اعلم. بس اللي انا واثقه فيه هو اللي هناك ده. هم شايفين بقى الصوت بتاعه ده؟ انا كنت جايباهم وهم لسه حوالي عمر بتهيألي يعني كده حوالي اسبوع بس. المهم، خلينا في المهم. انا بقى اللي هو البط المسكوف ده. هات يا احمد كده. ده كده. شوف مين يا احمد، شوف مين بيخبط. شايفين اهو؟ ده اللي انا بقول عليه. اللي له بتاع كده شرشوب كده، ولا شلشول، ولا مش عارفه اسمها ايه برضه. هي دي. ده بقول على ديك. انما الصغنونه دي، الصغنونه الحدقه دي كده، دي بقى نتاية يعني. آم، المهم، هي بقى بتبيض من حوالي من 8 ل10 بيضات، اللي هي النتاية دي. فبترقد عليهم. فما شاء الله يعني، ما شاء الله. الحجم بتاع النتاية مهما كانت صغيرة، فالأجنحة بتاعتها بتاخد مساحة كبيرة. حتى لو أنا عندي الفراخ اللي هي البلد العادية مثلا وبتبيض برضو، فممكن تحط برضو او بط. لو عندك فراخ او بط ممكن تحطهم مع الرومي ده في الرقودة. ما شاء الله بيطلعهم. وبتعرف ازاي ان هي تحكم عليهم، يعني تحكمهم كويس قوي. يعني انا بسم الله ما شاء الله كان عندي رومية قبل كده. الرومية دي يعني كانت والله انا قلت لكم كانت على السطوح من فوق، يعني جنب الخزانات. عارفين يعني ايه الخزانات؟ الخزانات ده بنحط فيها ميه كبيره. وهي كانت جنب الخزانات كده في مكان. يعني هي ما حبتش ان انا اعمل لها مثلا مكان ان هي تنام فيه او تبيض فيه. فبعدين بسم الله ما شاء الله الشتاء او المطر بقى ينزل عليها وهي نايمه. فكان دايما بيغرقها. وكانت دايما من النوع اللي هي ما بتحبش تنزل خالص وتسيب البيض بتاعها.
فكانت دايما كنا في شهر واحد يعني في شهر طوبة، كانت المطرة كلها بتنزل عليها، وكانت كانت اياميها الدنيا تلج جدا، لدرجة ان يعني انا عن نفسي ما بقتش، كنت بخاف ان انا اطلع احط لهم الاكل من شدة البرودة. فهي بسم الله ما شاء الله كانت على السطح كده منها للسما على طول. فسبحان الله ربنا كرمها يعني كرمها وفضلت لغاية ما ربنا كرمها، وجابت ما شاء الله حوالي 10 رميات صغيرين. فكانت بالنسبة لي مفاجأة خلاص، لأن أنا قلت هي هتموت يعني هتموت يعني اللي هيطلع ده هيموت. بسم الله ما شاء الله ما بنتش ولا حاجة يعني ما شاء الله. كبروا بقوا رميات وجابوا رميات ما شاء الله يعني كان. فيعني قصد الكلام ان هي بتحافظ على الجنين بتاعها، او بتحافظ على البيضة بتاعتها، ومن النوع اللي هي مش اي حاجة بتأثر فيها يعني. لكن الايام دي بقى عشان شدة الحرارة اللي حضراتكم شايفينها دي او حاسين بقى يعني اللي هم من مصر. انا حطيتهم في مكان يعني انا عاملة اوضة فيها صاج صاج يعني عاملاها بالصاج يعني والخشب. فالأوضة دي حامية جدا أو سخنة جدا، حطيتها فيها حوالي 10 أيام. فطلع لهم حبوب في وشهم أو حاجة زي هي حبوب في وشهم من الحرارة. فالمهم رحت للدكتور يعني بتاعهم، الدكتور بتاعهم، وبعدين قال لي حاول ان انت تحطهم في مكان بارد او في مكان فيه هواء، وافتح لهم هوا عليهم عشان وخليهم لوحدهم. فبالتالي جبتهم هنا لوحدهم في المكان ده. وخدت انا الفراخ كنت حاطاهم مع الفراخ مع البط، كنت حاطه كله مع بعضه يعني، اساسا هم جايين مع بعض وهم صغيرين كلهم. فحطيت كله مع بعضه، فقال لي لا اقسميهم لان هم ممكن يعدوا الفراخ او الطيور اللي جنبهم. تمام. كملة راحت فين؟ فانا بص اللي نافش ريشه ده اهو، اديك الروم اللي نافش ريشه ده، استنى يا عم افنش ريشك كمان. آه فانا من نوع اهو اللي هناك ده اللي نافش ريشه ده خلاص ده ديك، خلاص عرفت بقى ان هو ديك. فانا بقى من النوع اللي انا قمت اسمهم. كنت عامله فراخ بلدي، الفراخ البلدي دي انا بجيبها بربيها. آه يعني بناكل جزء منها طبعا كبير يعني اللي هي الديوك مثلا، وبسيب اللي هو البرابر، حاجه اسمها البرابر دي اللي هي النتايات بتاعه الديوك، عشان ان هي تجيب لنا اللي هو البيض البلدي. تمام كده. فانا في المراحل شايفين الديك في المراحل دي يعني شايفين انا مقرب لكم الكاميرا اياك ما يخافش بس مني. شايفين يا جمال يا جمال، شايفين الجمال. فاحنا من النوع بقى اللي ما بنحبش نشتري بيض اللي هو البيض بتاع المزارع ده، او اللي هو بيبقى جاي في الكراتين. لا احنا بنحب نعمل كل حاجة على ايدينا. يعني مثلا بنشتري السمنة البلدي، بنعمل حاجتنا بالسمنة البلدي، او بنجيب اللي هو البيض البلدي. دايما يا جماعة هما اساسا ده عيشة الارياف، بتعتمد على الاكل البيتي. كل حاجة الجبنة احنا بنجيبها ونعملها، يعني بنجيب اللبن او الحليب الخام اللي هو البلدي برضو بنعمله في بيتنا. فدايما الحمد لله يعني ما بنحبش اكل المصانع الكتير، او ما بنحبش ان احنا نعمل ايه ان احنا نعتمد على الاكل اللي هو المصنع اللي داخله مواد صناعية او مواد حفظ. تمام. شوية كده بقى هوريكم الفراخ او الفراخ بتاعتي كنت جايباها كتاكيت. بسم الله ما شاء الله دلوقتي بقى نظامها ايه. ده الديوك بتاعتي شايفين. انا بصراحه بقى كنت لسه عايزه اطلع انضف تحتيهم، بس قلت اما اصور الاول. كنت المفروض الاول صورت وبعد كده او نضفت وبعد كده صورت، بس يلا مش مشكله. انا قلت اما اخد فيديو كده على السريع. دي الفراخ بتاعتي كنت جايباها كتاكيت عمر يوم، ما شاء الله فيها ديوكه وفيها برابر كتير ما شاء الله، اللهم بارك. ف دول بقى احنا بنسيبهم يعني اللي ناحيتي ده ديك. تمام. اما الاثنين اللي ناحيتي دول ديوك. اما اللي ما فيش فيها عرف دي فهي دي بربره يعني. طبعا بياكلوا اكلهم زي اكل الرومي بالظبط، يعني ممكن حاجات نواشف علف ذره. ما عندكيش يبقى اكل من البيت. فهمتوا؟ اي حاجه. خلي بالكم ان ما شاء الله هو تربيه الطيور بتعتمد على اي اكل موجود عندك، اي اكل موجود عندك
بياكلوه. تمام. وده احسن حاجة يعني في تربية الايه، الطيور.